ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. قصتنا النهارده قصة حقيقية. بنات كتير بيقعوا في نفس اللي هيحصل في القصة دي، بس في منهم بيلحق نفسه، وفي اللي بيكمل في الموضوع ومبيبقاش عارف ان ده صح ولا غلط. فلو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل قصة جديدة، ولايك وكومنت ونصلي على النبي الاول، ويلا بينا على القصة. هو انا كنت عاوزة اقولك على حاجة. قولي يا هاجر. بصراحة متوترة وخايفة اتكلم معاكي. احنا اخوات، قولي عادي. انا اتعرفت على واحد في جروب كده وقال انه بيحبني والكلام ده. او بعدين بنتكلم حاليا على الماسنجر وبيتصل بيا، وطبعا بعتله صورتك والشغل اللي بيحصل ده. بصراحة انتي اتجننتي يا بت انتي، ازاي تعملي كده؟ والله يا داليا مش بنتكلم في حاجة غلط، كأننا صحاب بس. الفكرة نفسها غلط، انك تكلميه على البرنامج المراسلات ده حرام، حتى لو بيحفظ القرآن حرام برضو. وبعدين من امتى الولد والبنت ينفع يكونوا اصحاب؟ انت متخيلة فكرته عنك هتكون ايه؟ بس هو قال انه هيتجوزني اول ما يرجع من الجيش. مش هيحصل، اللي عايز حد بيروح له من الباب مش من الشباك زي الحرامية. يعني ايه؟ قوليلي رأيك في الموضوع. الفكرة دي غلط يا هاجر، انا قلتلك رأيي وانت حرة، اعملي اللي يريحك. الو، مش بتردي بقالك فترة ليه؟ بصراحة أنا خايفة من الموضوع بتاعنا ده يا يوسف. ليه بس؟ كل الظروف بتقول إنه غلط وحرام، وأنا بصراحة مش عاوزة أعمل حاجة حرام. قصدك إيه؟ مش هينفع نكمل. طب ممكن يوم تفكري فيه بس، يمكن يكون عندك رأي تاني. تمام، هقولك رأيي النهائي بكرة. عارف البت هاجر اللي كانت في الجروب؟ مش دي البت اللي ارتبطت بيها؟ أيوة. مالها بقى؟ قالت لي النهاردة إنها مش هينفع تكمل معايا. أكيد شافت حد غيرك. ممكن، بس دي مش كده. لا، هتلاقيها كده، تلاقيها زهقت منك وشافت حد غيرك. وإيه اللي خلاك تفكر كده؟ ما هو يا صاحبي، زي ما كلمتك أكيد كلمت غيرك. معاك حق. طب هتعمل إيه؟ هتفكر النهاردة وترد عليا الرد النهائي. وإن سابتك عادي يعني، هي مش أول بنت، أكيد في غيرها. والاتنين قعدوا يضحكوا مع بعض. ها، عملتي ايه؟ اقترح عليا افكر تاني لمدة يوم وانا وافقت. بتوافقي ليه؟ المفروض انك خلاص قررتي ومش محتاجة تفكير تاني. اللي حصل بقى. طب انتي حرة، دي حياتك وخلاص. ومشيت داليا، وبعد شوية اتصلت بيها هاجر. داليا، انا مخنوقة قوي، ممكن تجيلي؟ واسفة على اللي حصل، ما كانش قصدي. طيب انا جاية. وفعلا بعد شوية داليا راحت لهاجر البيت ودخلت لها اوضتها. عارفة انت مخنوقة ليه؟ علشان بتعملي حاجة غلط وانت متأكدة انه غلط. بس انا بحبه. بتحبيه ايه؟ ده مجرد سراب. فوقي قبل ما تكون حطب لجهنم. سكتت هاجر شوية. داليا كملت كلامها بهدوء. اتصلي بيه دلوقتي قدامي وقولي له انك خلاص فوقتي ومش هينفع تكملي في اللي بيحصل ده. مسكت هاجر التليفون واتصلت بيوسف. الو، فكرتي كويس؟ اه. ووصلتي لايه؟ مش هينفع نفضل كده. يعني هتسيبيني؟ الجنة احلى، وعشان انا غالية فلازم اكون صعب المنال. طب تمام، الحمد لله، كده احسن. مش هتحسي انك مخنوقة ولا خايفة من حاجة، بس استغفري ربنا علشان ده كان طريق غلط. وبعد مرور ما يقارب من شهر
أنا كنت عاوزة ألبس نقاب، إيه رأيك؟ خطوة جميلة جدا يا هاجر. طب وعاوزاكي كمان تعلميني الحاجات اللي انت عارفاها، عشان حاسة إني جاهلة. هنتعلم سوا، وكمان أروح عند الشيخ اللي بتحفظي عنده. حاجة جميلة جدا. عارفة إن الله إذا أحب عبدا قربوا إليه، ربنا عفو غفور. طب يلا بقى، تعالي معايا نجيب المستلزمات. هتأكليني؟ هأكلك يا ستي، جاية عليا بخسارة. كده يا هاجر؟ ماشي. تعالي بس ما تزعليش، هجيبلك اللي انت عاوزاه. أنا مخنوق خالص. من إيه بس؟ عشان ماشي في طريق كله غلط. انت كنت بتصلي وكويس، لكن حاليا مش بتصلي حتى. كانت بتشجعني على الصلاة. لا يا شيخ، يعني كنت بتصلي علشان هي بتقولك، وجاي تقول مخنوق؟ ما بالراحة يا فضيلة الشيخ. لا، الموضوع ده ما فيهوش بالراحة. مش عاوز تقابل ربنا ليه؟ روح صلي واطلب منه اللي انت عاوزه. معاك حق. طب ما يلا نصلي قيام الليل سوا، بدل قعدة الهم دي. الواد ده بيتكلم صح، خدوني معاكم. على فين؟ على الجنة يا عم، يعني تدخلوها لوحدكم؟ مر شهر ورا شهر، لحد ما مر 5 سنين. اديني سبب واحد يخليكي ترفضي اي عريس يتقدم لك. تخيلي يا داليا، بيقولي ان هنخرج كل اسبوع سوا خلال الخطوبة. فاكر ان الامر هيسعدني. غلط غلطة عمره. لا يا اختي، لا سلام ولا كلام خلال الخطوبة، واللي مش عاجبه يتفضل يمشي. صح كده. هو انا بقول حاجة غلط اصلا؟ غرور. بالراحة بس علشان ما تقعيش. وقعدوا الاتنين يضحكوا. اسكتي، امي هتقتلني لو ما وافقتش. طب بالراحة كده وفكري تاني. وده كلام برضو مرفوض من قبل ما اشوفه. يا ماما، انا جعانة. صوتك عالي، في ناس. اسفة، بس عاوزة اكل. ادخلي شوفي العريس الاول، وخدي معاكي عصير. حاضر، هرفضه واجي. هاجر كانت بتتمنى ان الوقت يعدي بسرعة. ابوها سابهم لوحدهم وساب الباب مفتوح. فضلوا شوية ساكتين. انت مش هتقولي حاجة؟ بصراحة بقى، انا كنت جاية اقعد كده وخلاص، وهطلع اقول لهم اني مش موافقة. طب ما تصلي استخارة الاول. ماشي. ولسه كان هيمشي، فقال لها: طب مش عرفك بنفسي؟ مش عاوز اعرف، لما اصلي استخارة نبقى نشوف. ها يا هاجر، فكرتي؟ هو كان اسمه ايه يا بابا؟ كمان؟ يبقى ما فكرتيش. اسمه يوسف يا بنتي. طيب، انا صليت استخارة وموافقة، بس لازم اقوله على شروطي. يبقى خلاص، كده مرفوض برضه، بس بطريقة تانية. طيب. اتصلت داليا بهاجر. سمعتي اخر الاخبار؟ لا، بيقولوا لي واحدة صاحبتي ما حكتليش على اللي حصل، والمفروض اننا نفضل اصدقاء. هاجر حكت لها على كل اللي حصل. تمام كده، اما نشوف. قعدت هاجر مع يوسف. طبعا حضرتك لازم تكون عارف ان الخطوبة ما هي الا وعد بالزواج. عارف. يعني مفيش خروج ولا تجيب هدايا. احسن برضو. يعني مش هنتكلم الا بحدود، لانك اجنبي عني. يوسف حب يهزر، بس انا مصري. ممنوع برضو الاستظراف، علشان ما يكونش فيه اخضاع في القول. حاضر. هو حضرتك حافظ القرآن؟ الحمد لله، بدأت أحفظه من 4 سنين ونص. طب كويس، كده تمام. تسمحي لي أقولك قصة؟ اتفضل. كان في بنت محترمة دخلت على النت واتعرفت على شاب، بس لحقت نفسها وخرجت.
نفس البنت بعد 5 سنين اتغيرت تماما، لدرجة حتى مش عايزة تكلم خطيبها. هاجر اتصدمت من كلامه، لأن هي من كتر قربها لربنا قوي ما خدتش بالها إن ده نفس الشخص اللي هي كانت بتكلمه من 5 سنين. أردتها نجمة مضيئة، فلم أكن أعلم إن الله يريد لي القمر، وقد أردتها نورا ينشلني من الظلام، فكانت نسمة هوى تفوح نحو قلبي. وبعد سنة تقريبا يوسف وهاجر اتجوزوا، وفضلوا عايشين على طاعة ربنا، وهاجر لبست النقاب زي ما كان نفسها، ويوسف شجعها على كده. صاحبة القصة كانت عايزة تعرف البنات إن غلط جدا إن الواحدة تكلم واحد عن طريق التليفون أو الماسنجر أو الأنستا. ديننا معلمناش كده، حرام الصحوبية ما بين الولد والبنت. فلو انت بتكلمي ولد عن طريق أي حاجة من التواصل الاجتماعي، ياريت تفكري في ربنا شوية. ودي كانت قصتنا، يا رب تكونوا اتعلمتوا منها حاجة. فلو حابة قناتي وأول مرة تشوفي القناة، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل قصة جديدة، ولايك وكومنت، واستنوني في قصة جديدة.